حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي، يلا بينا نبدأ مع بعض الدرس الرابع في الوحدة الأولى من الترم الثاني. ما تنسوش حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة. الدرس بعنوان جولة في محافظات مصر، يعني هنتعرف على محافظات مصر المختلفة اللي هي 27 محافظة. وكل محافظة من المحافظات دي بيبقى أولا ليها موقع مميز على الخريطة، وبيبقى ليها مساحة معينة، وبيبقى ليها عدد من السكان. يبقى أي محافظة من محافظات اللي هي موجودة عندنا في مصر من ال27 محافظة ليها موقع مميز وليها مساحة معينة وليها عدد من السكان. هناخد الدرس ده في كذا نقطة. أول نقطة معايا اللي هو موقع محافظتي، يعني كل محافظة بيبقى ليها مكان يميزها. تمام؟ يبقى تقع كل محافظة في مكان محدد يميزها، سواء المحافظة دي في شمال مصر أو في جنوب مصر أو في الشرق أو في الغرب. تاني نقطة معايا إن المحافظة دي بيبقى فيه كمان عدد من المحافظات بيبقوا حواليها، سواء المحافظة المحافظة بتاعتي بيبقى فيه في الشمال منها محافظة تانية، أو في الجنوب في حدود مع محافظة تانية اللي احنا كنا بنسميها قبل كده حدود إدارية، أو في الشرق أو في الغرب. في عندي محافظات حدودية زي ما درسناهم قبل كده. أنا بقصد بيها اللي هو المحافظات الحدودية دي بيبقى جنبها يا إما دولة أخرى، يا إما هي نفسها بتطل على مسطح مائي. تمام؟ وده يوديني لتعريف المحافظة الحدودية. يعني إيه يا ميس المحافظة الحدودية؟ أنا بقصد بالمحافظة الحدودية هي التي تقع على أطراف حدود مصر البرية أو البحرية. يعني المحافظة دي بتبقى على حدود مصر البرية أو البحرية. يعني المحافظة دي بتشترك في حدودها مع دولة أخرى، اللي هي دول اللي احنا بنسميها دول الجوار، يعني الدول اللي هي بتبقى جارة لينا، زي ليبيا من الغرب، أو زي السودان من الجنوب، أو دولة فلسطين من الشرق. تمام؟ وتطل على أحد المسطحات المائية. يبقى المحافظة الحدودية هي التي تقع على أطراف مصر البرية أو البحرية. وإيه تاني؟ وتشترك في حدودها مع دول أخرى. إيه تاني؟ أو تطل على أحد المسطحات المائية. تعالوا حبايبي نروح لتاني نقطة في الدرس ده، اللي هو مساحة وعدد سكان محافظتي. طبعا أنا لو سألتك سؤال وقلت لك هي محافظات مصر كلها متشابهة في المساحة؟ لا طبعا. طب هي محافظات مصر كلها بتبقى متشابهة في عدد السكان؟ لا طبعا. هنعرف الكلام ده في النقطة دي. أنا عندي المحافظات كلها بتختلف من حيث عدد السكان والمساحة. يبقى لو جالي سؤال في النقطة دي، صح ولا غلط؟ تتشابه محافظات مصر من حيث عدد السكان والمساحة. طبعا الإجابة غلط، أنا عندي بتختلف. وهنعرف دلوقتي ليه بتختلف. أنا عندي بتختلف في عدد السكان لأني عندي محافظات سكانها كبير جدا. زي مين؟ زي محافظة القاهرة اللي هي العاصمة. تمام؟ طيب، وقصاد ده برضو عندي محافظات تانية بتبقى قليلة السكان. زي مين؟ زي محافظة جنوب سيناء. تمام؟ يبقى أنا عندي محافظات عدد سكانها كبير زي القاهرة، وعندي محافظات عدد سكانها قليل زي محافظة جنوب سيناء. طيب، من حيث المساحة عندي محافظات مساحتها صغيرة جدا زي دمياط. تمام؟ وعندي محافظات مساحتها كبيرة جدا زي محافظة الوادي الجديد، اللي احنا عرفنا اللي هي محافظة حدودية، واللي هي بتقع برضو في الصحراء الغربية. يبقى نرجع للنقطة دي تاني. بتختلف المحافظات من حيث عدد السكان وفي المساحة. ليه؟ لأن أنا عندي محافظات عدد سكانها كبير جدا زي القاهرة، ومحافظات عدد سكانها صغير جدا زي اللي هي جنوب سيناء. طيب، بالنسبة للمساحة عندي محافظات مساحتها صغيرة جدا زي محافظة دمياط، وعندي محافظات مساحتها كبيرة جدا زي محافظة الوادي الجديد. تمام يا حبايبي؟ طيب تعالوا بقى نروح لثالث نقطة، اللي هي الكثافة السكانية.
طب انا عايزه اعرف يعني ايه اصلا كثافه سكانيه. يعني هي عباره عن متوسط عدد السكان، يعني متوسط عدد السكان اللي بيعيشوا في الكيلو متر المربع الواحد من المساحة. يبقى نرجع تاني وخلي بالك من التعريف ده لأن بيجي في الامتحانات. يبقى ممكن يجي لي سؤال في النقطة دي وضح ما المقصود بالكثافة السكانية. يبقى الكثافة السكانية هي متوسط عدد السكان الذين يعيشون في الكيلو متر المربع الواحد من الايه، من المساحة. طب انا عايزة احسبها ازاي؟ اهو بقول عدد السكان على المساحة. تمام، يبقى هي دي الكثافة السكانية. بيقول لي بقى معلومة هنا ان مصر من الدول التي يتباين فيها توزيع السكان. يعني ايه الكلام ده يا ميس؟ يعني مصر من الدول اللي بيختلف فيها توزيع السكان. تمام، يعني لو انا بصيت في محافظات مصر كلها هلاقي ان في اختلاف في توزيع السكان. ازاي يا ميس؟ انا عندي بيبقى في محافظات مزدحمة جدا بالسكان. زي مين؟ زي طبعا محافظات الوادي والدلتا. طب اشمعنى يا ميس الوادي والدلتا؟ لان بسبب وفرة المياه العذبة والتربة الخصبة الصالحة للزراعة. طب مين هي المحافظات دي اللي هي فيها ازدحام يعني شديد في السكان؟ عندي محافظة القاهرة اللي هي العاصمة، وعندي الجيزة، وعندي الشرقية. تمام. طب اشمعنى يا ميس يعني المحافظات دي فيها ازدحام في السكان؟ بسبب خصوبة التربة ووفرة المياه. طب أنا عندي برضو محافظات يعني كثافة السكان فيها منخفضة جدا. زي مين؟ المحافظات الصحراوية والحدودية. زي مين؟ زي الوادي الجديد وجنوب سيناء. طب أنا لو سألتك سؤال هنا، ليه مفيش مثلا سكان يعني زيادة أو سكان مثلا يعني مزدحمين جدا مثلا في الوادي الجديد وجنوب سيناء؟ طبعا بسبب قلة المياه العذبة، وطبعا قلة الخدمات. تمام، ودي طبعا أصلا محافظات يعني صحراوية وجبلية. يعني الوادي الجديد محافظة صحراوية لأنها بتقع في الصحراء الغربية، وبرضو محافظة الوادي الجديد محافظة حدودية. وعندي جنوب سيناء من المحافظات برضو اللي هي بتبقى قليلة السكان، لأنها يعني محافظة يعني إيه بتبقى فيها طبيعتها بتبقى هضاب وجبال. تمام. طيب نيجي بقى للنقطة الرابعة في الدرس معانا، اللي هو تأثير البيئة على أنشطة السكان بكل محافظة. يعني إيه؟ يعني إزاي البيئة بتأثر على أنشطة السكان في كل محافظة. يعني البيئة بتأثر إزاي على النشاط السكاني. هنبدأ مع بعض واحدة واحدة ونشوف طبعا إزاي البيئة بتأثر في النشاط السكاني. بيقول لي تؤثر البيئة على نوعية الأنشطة بكل محافظة. يعني ده دليل على اختلاف الأنشطة الاقتصادية في كل محافظة. تعالوا بقى نشوف ازاي. عندي مثلا لو المحافظة اللي أنا عايش فيها تطل على مسطح مائي، وليكن مثلا على بحر زي اسكندرية وبورسعيد، ايه اكتر نشاط هيبقى موجود في المحافظات دي؟ طبعا زي ما قلتوا اللي هو نشاط الصيد. تمام. طيب لو المحافظة اللي انا بعيش فيها مثلا فيها تربة خصبة ومية عذبة، هيبقى فيها نشاط ايه؟ برافو، هيبقى فيها النشاط الزراعي. زي ايه؟ زي المنوفية وقنا والغربية. تمام، انا بدي لك امثلة. محافظات في الشمال ومحافظات في الجنوب. المنوفية والغربية في الشمال، وقنا في الجنوب. تعالوا لو مثلا في المحافظة اللي انا عايشة فيها فيها مدن كبيرة جوه المحافظة، هيبقى في عندي مهن خدمية. زي طب ادينا امثله يا ميس، زي يعني ايه المحافظات زي المحافظات ايه اللي بيبقى فيها مهن خدميه؟ عندي زي القاهره والجيزه تنتشر فيها مدن كبرى. تمام. طيب لو المحافظه اللي انا عايشه فيها يعني فيها ابار بترول ومواد خام، هيبقى فيها نشاط تعديني. زي محافظات اللي هي زي محافظه البحر الاحمر اللي هي فيها الغردقه وسفاجه والقصير ومرسى علم. تمام. طيب وجود أماكن أثرية بالمحافظة، هيبقى عندي نشاط سياحي. زي فين يا ميس؟ زي الأقصر وأسوان. تمام. يبقى
البيئة بتؤثر على نوعية الأنشطة بكل محافظة. لو في عندي مسطح مائي زي اسكندرية وبورسعيد اللي بيطلوا على البحر المتوسط، هيبقى عندي نشاط الصيد. لو في تربة خصبة ومية عذبة، هيبقى في عندي نشاط زراعي زي المنوفية وقنا والغربية. طب لو أنا عندي مثلا مدن كبرى في المحافظة، هيبقى في عندي مهن خدمية زي القاهرة والجيزة. عندي آبار بترول ومواد خام، هيبقى عندي نشاط تعديني زي محافظة البحر الأحمر. طب لو أنا عندي أماكن أثرية، هيبقى في عندي نشاط سياحي زي الأقصر وأسوان. وبكده حبايبي نكون خلصنا الدرس بتاعنا. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.